كلها جربت العصبان في الخلاط والكبة، وانا جربتهم في الاتنين وبالمواس كمان. وتعالى اقول لكم حصل لي ايه، مش هتصدقوا. كانت بالنسبة لي صدمة صدمة. هقول لكم على كل الخطوات وايه اللي تعمليه وايه اللي ما تعملهوش، وايه اللي يخلي العصبان تتقطع معاكي ولا ما تتقطعش، والنتيجة كانت مبهرة ولا مش مبهرة. الموضوع كان بالنسبة ليا بجد صدمة واتبهدلت. قناة كبيرة عملت العصبان في الخلاط وقالوا لها لا مستحيل، ده هيتقطع ويتبهدل كمان. قلت يا بنت يا شملولة بقى، تعالي انت اعملي الاتنين بقى في الكبة والخلاط من غير ايه، من غير البلاستيكية العازل. امان عليكم تشجعوني باشتراك ولايك وشير يا اجدع ناس في الدنيا. اختكم اسكندرانية ونفسها ربنا يكرمها. ويلا بينا بقى نعمل الفيديو الجامد قوي ده، ويا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتي. كل حاجة انا هقولها لكم بالظبط وبكل الخطوات. هتجيبي عصاية شيش طاووق، اي عصاية عندك موجودة تكون رفيعة او اي معلقة. حاولت بقى ادخل، كنت اول مرة في حياتي اعمل عصبان تقريبا وانضفه، مامتي هي اللي كانت بتعمله. كنت بعمله بس يعني كان بيبقى بتاع الخروف الصغير، ده بقى بتاع العجل. زي ما انتوا شايفين حتى لو مقطع معاكي تقدري برضو تدخلي العصاية كده وتمشي فيه عادي خالص، تقدري تعملي كل حاجة. انا كان اول واحدة مسكتها في ايدي كانت متقطعة، يعني كل حتة كده يعني زي ما يكون ايه هو قايسها او تقريبا عشان يفضي اللي فيها، فكان مقطعها. اهم حاجة من ده كله يا ست الكل ان انتي قبل ما تقلبي العصفان لازم تنضفيه كويس من بره، وترجعي ايه تنضفيه عادي بقى من جوه المعروف. لكن الاهم حاجة اللي من بره ده اللي احنا بنحشيه، اللي بيبقى بقى مليان حاجات وبناكل وخلاص. المهم زي ما انتوا شايفين انا دخلته العصاية بتاعتي وقعدت بقى اشتغل فيه زي ما انتوا شايفين، وكانت كل شوية تتزحلق مني. وعلى مين هعملهم؟ يعني هعملهم وهنضفهم. فعلا كان ونضفتهم زي ما انتوا شايفين كده. وانا بنضف حبيت افضي برضك منه الحاجة اللي بتبقى موجودة جوه العصبان. بس كان عندي بقى ايه، انواع من العصبان احنا كنا شاريين وكان جاي لنا هدية، بس كان من ضمنهم بقى زي ما انتوا شايفين كده حبة عصبان ما كانوش نضاف خالص. هو بيفضي الكرشة وبيفضي العصبان دي، بيبقى الجلد بتاعها من بره اللي هو احنا بقى بندخله لجوه. ده كان بقى مليان بقى اعشاب ومطرح الاكل بتاعهم. خدي بالك اوعي تقلبي العصبان بتاعتك غير لما تنضفيها كويس. حتى اللي كان جاي لي نضيف كنا شاريينه يعني، برضو كان من حين برضو كنت بلاقي فيه خشبة وسخاية. كل ده لازم تنضفيه قبل ما تقلبي العصبان. كان ممل جدا. وعلشان عايزه اقول لكم فعلا هما تقريبا اكتشفت ان هما كمان بيسلوا الجلد بتاعه، يعني بيبقى الجلد كتير قوي وهم بينضفوه بيخففوا شويه، لان كل دي دهون احنا بناكلها. شايفين الكميه قد ايه والوساخه كانوا مش نضاف. كل ده انا مستغنيه عنه، هي مش ناقصه تخن. بس برضو كانت العصبان فيها دهن برضو ما طلعتوش كله، بس هي كانت مكسيه خالص بالدهون بتاعتها. انا بقى سليت الدهون دي على قد ما اقدر. هتدخلي السلايه من بره لجوه وتدخلي تبتدي بقى تدخلي، وممكن اصلا من جوه تدخلي جوه لجوه برضك وتدخلي وتطلعي كل ده وتنضفيه. انا نضفت الكميه بتاعتي. هنا بقى يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. هنا بقى انا حطيت وقلت يا بنتي تعالي يا شطوره انتي جربي. كنت بقولي لي اكيد البتاع ده هيتقطع مني وهيتبهدل. اتبهدل منك؟ لا ما اتبهدلش الحمد لله. بصي بقى لو حبيتي تعمليها وما عندكيش، انا قعدت ادور على البلاستيكه بتاعت الكبه ما لقيتهاش، ابني بيلعب بيها وضيعها. اسكت ابدا، ما انا سوبر ماما. حطيت بقى هنا ايه، اول حطه كانت كتيره وما عرفتش تلف كويس وتلف عليها. اوعي تحطي كتير ولا قليل، يعني توسطنيها. القليل هيتقطع منك والكتير هيتلف منك. وهنا برضك راحت الكبه اتفتحت مني وقعدت اقول يا مراري يما مفيش فايده. المهم يعني برضك قلت هعملهم، يعني هعملهم والله العظيم. لو عملتوا ايه هنضفكم وهجرب ايه التجربه دي حلوه ولا مش حلوه يا سوبر ماما. خليكم معايا. الكبه كانت عامله عمليه لها معايا وكان الغطا كل شويه يفتح مني. المهم قعدت احط كده في الميه، لقيتها الطريقه مش وحشه، لا حلوه، شغاله. برضو عشان الكبة ما كانتش مظبوطة معايا. اهم حاجة الكبة بتاعتك تبقى مظبوطة. حطيت مرة تانية هنا بقى وسطنتهم وحطيت الملح بتاعي وابتديت ايه اشتغل. لقيتها لقيت كده كويسة معايا وربنا هدى عليا الكبة والحال. قلت بس ده انا سوبر ماما وطلعت جامدة معايا الموضوع. بس عايزة اقول لكم كنت مسترخمة وحاسة ان هو ما كانش جايب ليه، لانك بتشوف المنظر هنا من هنا قريب. اتاري اصلا انت لما بتضربيها في الكبة
ما بيبانش غير لما بتحطيه في الميه وبتشطفيه كذا مره، بتلاقي اصلا لا في تغيير جذري، في تغيير. بس انا في الاول حسيت ان هي مش مقنعه ومش حلوه. اسكت ابدا، ما انا سوبر ماما. قلت يا بنتي تعالي اضربيها في الخلاط زي ما قالت بقى، بتتضرب في الخلاط ما بتعملش حاجه. حطيته زي ما انتوا شايفين، وحطيت له الملح بتاعه وضربته في الخلاط، لف على الخلاط. وبرضك مش حلو، في حاجة غلط، كان اليوم ده مش طبيعي معايا. بس ينفع، ينفع وهينضف معايا. بس برضك ولا تكتري ولا تقللي، لو انك قللتي هيبقى خفيف، مفيش المادة اللزجة دي، هيتقطع منك وهيلف بالطريقة. طب هنا اتقطع مني؟ لا ما تقطعش مني، بس انا حسيت بقى لا هيتبهدل مني، فما مرضتش. ليه؟ لانك وانتي بتنضفي بلاش تنزلي المية اللزجة اللي فيه. وهنا زي ما انتوا شايفين ابتديت بقى اشتغل هنا وهنا، وعايزه انجز بقى. خلاص اليوم كان قفل معايا، اني كنت بنضف كرشه، خلصتهم. وخليت برضك للناس اللي مش عارفه، اللي ما عندهاش خلاط، ما عندهاش كبه، تقدري باي سكينه كده تنضفي شمال ويمين جامد معاكي، بس مش قوي طبعا، السكينه ما تبقاش حاده معاكي، او بظهر السكينه هيبقى افضل معاكي. هتنضفي شمال ويمين. بصي هنا بقى لما نضفته بايدي حسيت ان في كميه ياما نازله. اتاري لما بتضربيهم في الخلاط او في الكبه، اللزجان ده بيبقى في كان معايا بالنسبه لي انا كان في العصبان ذات نفسها. هنا ده اللي انا عملته على ايدي بالسكينه، وهنا والتاني ده اللي انا ضربته في الخلاط. الكب هنا بقى مليتهم ميه وشطفت الاتنين، وكانت الصراحه طريقه حلوه مش وحشه. اهم حاجه الصبر وتصبري، وباذن الله كل حاجه هتطلع معاكي حلوه. طبعا دعكتهم تاني بخل وليمون وملح. لو عملتيها في الخلاط يبقى ما تكتريش، ويفضل تبقى باللزج بتاعها عشان تلف معاكي، ما تلفش على الخلاط. لو عملتيها في الكبه بالموز بس برضو تخليها وسط، ولا قليله ولا خفيفه عشان ما تتقطعش معاكي. اما حطيت واحده بس في الكبه من غير يعني بالملح بس، اتقطعت واتشرشرت معايا ازاي. ايوه طبعا لو حطيتيها في الخلاط برضو هتتشرشر معاكي بالطريقه دي لو قليله. يعني الطريقتين كويسين، بس اهم حاجه الكميه اللي هتحطيها هتطلعها معاكي كويس. وهنا كمان كان عندي عصبان خروف نضفتها، بص ايديا باظت، يا لهوي على ايديا. ما تنسوش تفرحوني بالمتابعه والشير واللايك يا اجدع ناس الدنيا.